السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبائي في الله. أولى حلقات كشف الوجوه الملونة. النهاردة هنستعرض مع بعض رد أحمد رجب على أكرم سلام، هو التالي وهو الأهم. تابعونا وإن شاء الله كل يوم حلقة من سلسلة كشف الوجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيا مصر ويحيا الوطن ويحيا كل مواطن شريفا في مصر وخارجها. بيان: إذا ما حدث خلال الأيام الماضية وما زال يحدث حتى الآن من تطاول بعض الناشطين على السوشيال ميديا من المرتزقة ومن الباحثين عن الشهرة وتحقيق الأموال والمشاهدات على حساب أعراض وسمعة المواطنين المصريين الشرفاء، وإذا ما حدث مؤخرا على منصة الفيديوهات العالمية اليوتيوب من حملة ممنهجة ومدروسة وممولة وغير شريفة، غرضها الأول هو النيل من سمعتي ومن شرفي ومن كرامتي ومن اعتباري. أعلن أنا الإعلامي أحمد رجب أن ما يحدث ضدي من أصحاب القنوات الإلكترونية المغمورة المنتشرة على اليوتيوب وصفحات السوشيال ميديا المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك هي مؤامرة كبرى بكل المقاييس وبكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذه المؤامرة تتخذ من محتواي الإعلامي سببا ظاهريا للهجوم علي والنيل من سمعتي بشكل معاقب عليه قانونا، وهو ما يتنافى نفيا كاملا، وهو ما يتعارض تعارضا كاملا مع ما نص عليه الدستور المصري من احترام وصيانة حق الحياة الخاصة وعدم المساس بها أو الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال، وهو ما كفله أيضا القانون الجنائي في العديد من المواد، وهو ما لا يليق بتاريخ الإعلامي وعمل الشرطي السابق كضابط في وزارة الداخلية قدم لبلاده الكثير والكثير. وأضيف أنا الإعلامي أحمد رجب بأن هناك سببا آخر خفيا قمت بالإفصاح عنه بالفعل للجهات الرسمية والسيادية بالدولة، وعلى رأسهم النيابة العامة الموقرة وقطاع مباحث الأمن الوطني وقطاع مباحث الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأنا مسؤول مسؤولية كاملة ومسؤولية تامة عن ذكر هذه الجهات الرسمية بالدولة. والغرض من هذا البيان هو التنويه والتأكيد على أنني قد قمت بالفعل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة التي كفلها لي الدستور والقانون، وأنه خلال أيام قليلة مقبلة سوف يتم الضرب بيد العدالة، يد العدالة التي كفلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي يد من حديد كفلها السيد الرئيس لكل المواطنين، لا هناك فرق على الإطلاق بين وزير أو غفير. يد من حديد على الشخص الذي تدعم هذه الحملة الممنهجة المشبوهة الممولة، وهو المدعو أكرم أمين محمود محمد وشهرته أكرم سلام، والذي يتخذ من قناته على اليوتيوب نافذة لانتهاك أعراض المواطنين
تحت مظلة الحق والثبات عليه، وهو أبعد عن ذلك بكثير. يقلب الحقائق ويديف الوقائع ويدخل هذا في ذاك، ويعتمد على الإثارة وعلى الأسلوب الفكاهي وعلى استغلال بعض الأغاني الهابطة التي تبرهن وصفه الذي يتظاهر به بأنه أسداً، وهو في الحقيقة فأر فأر فأر، بكل ما يحمل هذا المصطلح وهذا الوصف من معنى، وأنه أبعد بكثير عن الأسود، أبعد بكثير عن الرجال، أبعد بكثير عن الحقوق. لقد نصب نفسه في الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قاضياً يحكم على المواطنين وينتهك أعراض الشرفاء ويعرض حياتهم الخاصة على الملأ، بل أنه يطالب هذا وذاك بتشيير هذه الفيديوهات والصور الخاصة التي هي حرمة كما ذكر ذلك الدستور المصري ونص عليه. أكرم أمين محمود محمد الذي هو للأسف وبكل أسف يحمل كارنيه نقابة المحامين، نقابة العدالة والحريات، هذه النقابة التي أؤكد لكم وأجزم أنها ليس لها أي علاقة بما يقوم به هذا الشخص الغير مسؤول من هذه الممارسات التي هي تتنافى مع مبادئ النقابة العامة للمحامين، وأنها تتعارض تعارضا كاملا مع مبادئ هذه النقابة المحترمة ومع أخلاقها. وإنني أجزم أن السيد النقيب العام وأمين عام النقابة يرفض تماما أن يكون هذا الشخص الغير مسؤول ممثلا ويحمل كارنيه نقابة المحامين. من الذي حرض أكرم أمين محمود محمد وشهرته أكرم سلام من خارج البلاد؟ من الذي موله بدراهم معدودة وثمن بخس؟ من هي هذه السيدة؟ هذه السيدة تدعى، وأقول اسمها أمام العالم، تدعى دينا منور حمود الهاشمي، التي تعمل موظفة بإحدى البنوك الشهيرة في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأنني في هذا البيان ولولا حبي وعشقي لدولة الإمارات العربية المتحدة ولسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كانت تربطه بمصر علاقات وطيدة وقوية ومتينة، لكشفت لكم كيف استطاعت هذه الداهية أن تقوم بمد هذا الأراجوز، هذا العار، هذا الفأر، هذا الجرثومة التي تحيا في جسد مصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل الليل بالنهار كي يقتلع هذه الجراثيم، ولكن وبكل أسف ما زال هناك البعض من هذه الجراثيم الذي يمارس البلطجة الإلكترونية ولا يفرق بين الحق والباطل ويديف الحقائق ويقلب الحقائق، فليس لديه مبدأ وليس لديه شرع ولا دين، كل ما يحرص عليه هو المال والتمويل. وسوف أثبت لكم ذلك بالتفصيل في حلقات قادمة، وأقسم بالله العظيم أنني أتحدث إليكم الآن ليس بكلام مرسل وليس بأقوال مرسلة، كل هذا الكلام كان محل بلاغي إلى النيابة العامة الموقرة التي أصدرت فيه 6 قرارات هامة جدا. وكما قلت لكم استطاع هذا الأراجوز، هذا الجرثومة التي تسري وما زالت تسري في الجسد المصري، استطاع بمعاونة هذه السيدة، وأكرر اسمها مرة أخرى، دينا منور
حمود الهاشمي، والتي اتخذت لها اسما مستعارا على منصة اليوتيوب العالمية في مصر، وهو دندونة ام، التي كانت تربطني بها علاقة صداقة. ولكن للأسف الشديد هذه العلاقة، ولأنني كنت حريص أن أنهيها نهاية محترمة، وأن الزواج اسمه ونصيب، وأن الزواج ليس بالإجبار أو الإذعان أو التهديد. عندما قمت بالانسحاب قامت بفعلتها هذه الفعلة النقراء، إنها تريد أن تشفي غليلها، تريد أن تنتقم من مواطن مصري شريفا استغلت سمعته الإعلامية وكون شخصا إعلاميا معروفا في بلاده، فهبطت بطائرتها على الأراضي المصرية لتصول وتجول وتلتقي بهذه الحشرة وهذه الجرثومة، هذه الحشرة وهذه الجرثومة التي تدعى أكرم أمين محمود محمد، وشهرته أكرم سلام، المنتهك لأعراض المصريين، الذي ينصب نفسه قاضيا وحاكما وصاحب حق، وهو أبعد عن ذلك بكثير. وسوف أثبت لحضراتكم جميعا وللرأي العام المصري والعربي كيف استطاع هذا الشخص الأهوج الغير مسؤول أن يزيف ويلوي الحقائق، كيف استطاع أن يقوم بلي الحقائق وطمسها، فأخذ من هذا وأخذ من ذاك، كيف استطاع أن يرضي مرض نفسي بأن ينصب نفسه كبيرا وهو قزما صغيرا أقرب إلى الأرض من الفأر، أقرب إلى الأرض من الفأر، فهو يريد أن ينصب نفسه أسدا وهو إن جاز التعبير أرنبا الذي ينصب نفسه أسدا. أنا أتعجب من هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالأسود وهم أبعد عن ذلك بكثير. إنني أتعجب من هؤلاء المرضى النفسيين، هذا الأجير الذي تستخدمه النسوة، هذا الذي تحركه النسوة. أيها الأجير الظالم، إن حساب الله لك سوف يكون قريبا، ولكنني سوف أكون سببا وبالقانون في القضاء عليك، في القضاء عليك تماما بالقانون. فأنت محاميا فاشلا محسوب على نقابة المحاميين، لا تعرف من القانون إلا ظواهره، لا تتحدث اللغة العربية بالفصحى ولا تتحدثها أيضا بمهارة، وبينك وبينها برزخا بعيد. أيها الأراجوز القزم، لن أقوم بسبك ولن أقوم بسب أم أولادك التي أكاد أجزم أنك تعيش كالكلب الآن، لأنها وجدت فيك من القبائح ما يعف اللسان عن ذكره. لا أسب والدك الذي لم يستطع أن يقوم بزرع التربية الحميدة فيك، فأنت نبتا شيطانيا على الأراضي المصرية، نبتا شيطانيا لابد وأن يقتلع من جذوره، ولا بد وأن تكون عبرة للقاسي والداني، ولا بد وأن تكون عبرة للمصريين والعرب. فلتفعل ما تفعل، فلن تهتز في شعره، لن تهتز في شعره، ولن أتابعك، فأنت من كي أتابعك؟ ولكنني ترسل لي بعض الفيديوهات والصور من محبي وعاشقي البرنامج، وأقسم لكم بالله العظيم أنني لا أتابع هذا الأراجوز على الإطلاق، هذا الأراجوز الذي يحتسي الشيشة ويظهر أمام الرأي العام بشكل غريب وعجيب، ويسب هذا وذاك وينتهك أعراض الناس. أين الأخلاق؟ أين الأخلاق؟ أين الأخلاق؟ قبل أن تحاسب غيرك على حياته الخاصة أيها الكلب السافل الأرعن الأجير، حاسب نفسك أنت أولا على ما تقوم به من انتهاك حرمة غيرك كي ترضي مرضك النفسي
وعاهتك المستديمة التي يعف اللسان عن ذكرها، فأنت صاحب عاهة مستديمة في مكان حساس في جسدك، وكانت برصاص وضارة الداخلية. لا أفكرك ولا أذكرك، فأنا لست مثلك. لا أواجه خستك بالخسة، ولا أواجه السباب بالسباب، فأنا أبعد عن ذلك بكثير. ولكنك تعلم كل العلم أنك لا تستطيع أن تتزوج، وأنك تسير منحنيا معوجا، وأنك في حقيقتك لديك عاهة مستديمة في عقلك المريض. تظن أنك بتطاولك على الإعلامي أحمد رجب ضابط الشرطة السابق، وأنني قد تحدثت معك مرة أو 2 عشان كنت جاي لك. ما هو للأسف الشديد لقد أخطأت أنا أيضا أخطاء عديدة أعترف بها، بأنني صاحبت معهم دون المستوى، وأنني تحليت بالتواضع والأخلاق كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت له مرة أو 2 لأنني أخطأت بأن جعلت هذا القزم محاميا لي، وأنا عندما وكلته كي يكون محاميا لي كي يقوم ببعض الإجراءات القانونية، فليس لدي متسع من الوقت كي أقوم بها. فقلت في ذلك الوقت بأنه صديق، كنت أتوهم أنه صديق، ولم يخطر على بالي قط أن يكون خائنا، أن يكون بهذا الشكل. هذا العربيد الأجير، أجير النسوة، كيف تسمح لسيدة إماراتية أن تستخدمك يا أيها المستخدم، أن تستخدمك ضد مواطنا مصريا؟ من المفترض أن هذا المواطن المصري يحمل نفس جنسيتك ويعتنق نفس دينك، وليس فيه من هذه الأمور سوى ممارسته لحياته الخاصة التي هي حكر عليه.